الله يستر. شايفين الدراما والاكشن والمضاربات اللي صارت بين مافيو وفينيسيوس؟ راح نشوف دبلها في نهائي السوبر الاسباني بالكلاسيكو بين جافي وفينيسيوس بسبب تصريحه ضد فينيسيوس جونيور. مافيو عاش واحده من أسوأ كوابيسه، ولكن شكرا لهذا اللاعب لانه كشف لنا جميعا انه ريال مدريد بيمتلك قائدين حقيقيين. طبعا الارجنتيني مافيو قلل من فينيسيوس بكثير تصريحات، فمثلا صار يحكي انه اللاعب يبكي كثير. قبل المباراه حكى بتمنى اتواجه انا وفينيسيوس بنزال ملاكمي لاني راح اهزمه ب10 ثواني، وطوال اللقاء نازل استفزاز بفينيسيوس. وحتى ما اكون كذاب بصراحه نجح بهذا الشيء. ففينيسيوس من بدايه المباراه مركز مع مافيو اكثر ما كان مركز بالمباراه، لدرجه انشلوتي سحب فينيسيوس من المباراه لحتى ما ينطرد مثل ما انطرد امام فالنسيا. والمصيبه انه فينيسيوس ما نسى مافيو، حتى هو بدكه البدلاء عمل معه مشكله، وبعد ما انتهت المباراه ايضا عمل معه مشكله. لمتى راح يظل سهل جدا استفزازك؟ ولكن لاعبين ريال مدريد ما رحموا هذا اللاعب وخلوه يعيش بكابوس. اولهم كان بلينغهام من بدايه المباراه عم يسخر ويستهزئ بهذا اللاعب، فمثلا باقي اللقطه راح اعطاه كف وكمل طريقه عادي. ولكن اسينسيو يا جماعه وتصرفه بيثبت لك انه هو قائد حقيقي. دافع عن فينيسيوس قبل نهايه المباراه، راح لعند مافيو وصار يحكي له انت سيء للغايه اخرج، وصار يرسل له قبلات ويستفزه. صدقا مافيو شوي وكان بيبكي، يعني من كثر ما انضغط راح لعند انشيلوتي وصار يشتكي له على اللاعبين.